بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معاكم أم كريم ودي قناتي وصفة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة القشطة اللي بتبقى موجودة في حلاوة المولد، كلنا بنحبها. وصفة سهلة جدا، مقاديرها بسيطة قوي قوي قوي. النهاردة هنقول بسم الله وتعالى نعملها، بس مفرغة وخفيفة وجميلة جدا، هوا جميلة. هنقول بسم الله بقى. شايفين شكلها حلو ازاي وجميلة ازاي من جميع الجهات؟ حلوة قوي. قول بسم الله وندخل على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول اول حاجه معايا معلقه جيلاتين باودر. انا معايا بوله كده حمرا كده وحاطه فيها معلقه من الجيلاتين الباودر بالمعلقه العاديه عادي، ومعايا اقل من ربع كوبايه ميه، يعني حوالي معلقتين ميه، ومعايا كوبايه سكر، ومعايا 3/4 كوبايه ميه، ومعايا 3/4 عسل كلوكوز. يعني السيرم اللي هنعمله على النار هيبقى كوبايه سكر عليها 3/4 ميه عليها 3/4 عسل كلوكوز. حاجه كده سهله خالص. كوبايه سكر عليها 3/4 ميه عليها 3/4 عسل كلوكوز، ومعلقه من الجيلاتين هنقلبها في معلقتين ميه من الحنفيه عادي، لا سخنه ولا دافيه ولا اي حاجه خالص، ميه من الحنفيه. معلقتين كده، حوالي كده معلقتين كده ميه، حاجه كده بسيطه. هقلب عليهم كده معلقه الجيلاتين واقلبهم واحطهم على جنب. دي اول خطوه بنعملها. وقبل اول خطوه طبعا نقول بسم الله. هحط انا بقى في الحله الصغيره اللي معايا دي، هحط كوبايه السكر عليها 3/4 الميه، وما يغلو والسكر يدوب انزل ب3/4 كوبايه عسل كلوكوز اهو على النار. ما تحطيش معلقه خالص في قلب الوصفه دي، اما نيجي نعمل حلاوه المولد ما نحطش معلقه خالص ولا نقلبها عشان ما يسكرش. بعد خلاص ما هو السكر ده نزلت ب3/4 كوبايه عسل كلوكوز اهو زي ما انتم شايفين كده. طريقتها سهله خالص. اول ما تبدا غليان احسب كده اهي، اول ما بدات غليان هحسب دقيقتين، دقيقتين 2 بعد الغليان. ما تكتريش عن كده عشان ما تبقاش مسكره قوي معاكي. دقيقتين بعد الغليان خلاص كده خلاص. انا بوريكم هي بدا يغلي، حسبت لها دقيقتين اما غلى خلاص كده هو كده جاهز معايا. ومعايا طبعا الجيلاتين جاهز. خطواتها سهله جدا، ما فيش اسهل من كده. تقومي نازله بسرسوب مشغله المضرب 10 دقايق، هي بتاخد ضرب 10 دقايق متواصلين. تقعدي كده بقى تشغلي المضرب بتاعك 10 دقايق لحد ما قوامها يتقل جدا. انا هوريكم كده بالخطوات ازاي. هو الاول كده شوفوا رغوه كتير كده زي ما انتم شايفين كده، ويبدا بقى لونه يفتح ويتقل ويبقى كريمي. هتشوفوا معايا دلوقتي انا موريكم الخطوات خطوه خطوه عشان محدش يقف عند حاجه ويقول ايه لا خلاص كده الضرب خلص. لا، كملي ضرب 10 دقايق، ولو خد معاكي اكتر من 10 دقايق كملي اهم حاجه يتقل ويبقى كريمي. شايفين بدا اهوت يبيض معايا. وبرضو تفضلي تضربي. القشطه ديت الاطفال بتحبها واحنا كمان الكبار بيحبوها، وتبقى حلوه او خفيفه. اهو بدأ برضو يتقل، وبرضو هكمل ضرب شويه لحد ما يبقى تقيل، يعني زي الكيكه كده ما تكون تقيله، حتى مش كيكه خفيفه. شايفين بس زي الهواء، خفيف جدا زي الهواء. شايفين انا بوريكم سمك اهو. معايا بقى صينيه وحاطه فيها ورقه زبده، وكده بدأت ارش فيها من تحت جوز هند. جوز هند مبشور هرش كده على الجناب بقى وعلى الصينيه من تحت خالص. ما حاطه فيها ورق زبده وهرش برضو جوز هند كده في الصينيه. وهبدا احط من تحت زبيب. انت عايزه تحطي اي مكسرات حطيها، انا افضل احط زبيب للقشطه، وهحط مكسرات تانية. يعني جنبي يبقى زبيب وجوز هند، وجنبي التاني يبقى جوز هند وايه والفروته المسكره دي اللي احنا كلنا بايه بنجيبها من عند ايه خامات الحلويات. فهنا هنزل شوف الخليط عامل ازاي. انا عايزاكم بس شوفوا سمكه عامل ازاي اهو. انا نازله معاكم اهو، الخطوات قدامكم اهي، سمكه بالشكل ده. شايفين زي ما انتم شايفين كده. كل سنه وكلكم طيبين. جميله جدا القشطه كلنا بنحبها. قومي اعمليها لاولادك، سهله جدا، مقاديرها بسيطه خالص، حلوه قوي، نتيجه جميله جدا.
شايفين بقى انا ببدأ اسوي كده فيها بالسباتيولا كده بالراحة، بالراحة كده. واللي وصل بقى من هنا لهنا من الفيديو ما ينساش ينزل تحت الفيديو للزرار الاحمر اللي تحت الفيديو ويضغط اشتراك ويعمل لي لايك ويكتب لي كومنت حلو، ويكتب لي هو عملها ولا لا ونتيجتها طلعت معاه ايه. حلوه قوي. هبدا كده ايه اهبط كده هبدتين اسوي الصينيه كده عشان تبقى متساويه وجميله. شايفين اهو زي ما كل حاجه قدامكم اهو. هجيب بقى الفروته المسكره دي اللي بتبقى كلها الوان دي، وهبدا كده ارش عليها بتديها شكل حلو كده ولون حلو اهو. يبقى جنب كده جنب فيها زبيب وزهد، والناحيه التانية فيها كده. شكلها كانت حلوه قوي قوي. وهبدا بقى كده انا رشتها هي الاول عشان تمسك فيها، علشان ما تبقاش على الوش. وبعد كده هرش جوز هند، جوز هند مبشور هبدا ارش عليه. لازم يكون مبشور، لازم يكون مبشور. حلوة قوي 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 ونتيجتها جميلة جدا. دي بقى تعمليها من بالليل وتسيبها لما الصبح، تعمليها الصبح وتسيبها بالليل. المهم تقعد تعدي عليها تقعد تجمد كده 6 ساعات 5 ساعات، على الاقل حاجه 5 ساعات، وتاخد 6 ساعات كمان. اما بتحطي ايدك عليها وبتلاقيها جمدت ومسكت تبداي تقطعيها وبتبقى معاكي بالشكل ده. دي كمية كبيرة، انا عملت صينيتين بس انا قلت اعمل معاكم مقادير كوباية سكر واحدة، اما الكمية دي الحقيقة دي كوبايتين، فانا عملت صينيتين من اللي انتوا كنتوا شايفينهم معايا ده. بس حلوة قوي 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 جميلة. بقيت اعمل كده وتتخطف كده من جنبي، جميله جدا حلوه قوي ومفرغه جدا. انا نفسي بس الكاميرا والله ما مش قادره تجيب التفريغات اللي فيها، بس لو انتوا شايفينها يعني مفرغه جدا وخفيفه زي الهوا. حلوه قوي قوي جميله جدا. شايفين حلوه قوي. كل سنه وانتم طيبين، واعملوها لاولادكم جميله جدا. ويعني اكيد احنا عاملينها في البيت احسن حاجه ان نكون احنا عاملين الحاجه بايدينا وضامنين احنا عاملينها ازاي وعارفين